لا فاميل مكنسيه، سلام الله عليكم. من بعد ما لحت لكم دي فيديو مدخل العالم ديال الكهرباء، فهمنا شويه لا لوجيك ديال الضوء. دابا غادي نبدا نلوح لكم فيديوهات توضيحيه على لي زورغان اللي كيخدموا بالضوء في الطوموبيل. واول اورغان غادي نبداو به هو لا باتري ا 12 فولت، واللي كلشي كيعرفوا بهذا الشكل اللي قدامكم. دونك هاد لا باتري الاخوان اللي على شكل بوكس فيه جوج ديال الاقطاب مغمورين في الناسيد اللي كيدوز الكهرباء. وشنو سمينا الى عقلتوا الاخوان على النوع ديال السوائل اللي كدوز الكهرباء؟ تقدروا ترجعوا لا فيديو اللي لحت قبل من هذا، شرحنا فيه بزاف ديال الحوايج اللي غتهمكم على لا لوجيك ديال الكهرباء. هاد النوع ديال السوائل الاخوان اللي كدوز الكهرباء كنسميوهم لي كوندكتور ايون، اي الموصلات اللي كتعتمد على الايونات في نقل الشحنات الكهربائيه. دا كان الاخوان غير تذكير. نرجعوا لا باتري ديالنا. في هاد لاسيد كيوقعوا بزاف ديال لي رياكسيون شيميك واللي كتنتج عن طريقها تحرير الطاقه. هاد لينيرجي اللي كتحرر هي المسؤوله دونك على توليد لا طونسيون اونتر لي بورن ديال لا باتري، وبالتالي توليد تيار كهربائي اي كورون الكتريك. دونك لانفورماسيون اللي خصنا نشدو هنايا هو ان لا باتري كيخزن لينيرجي، ولكن السؤال هو شنو النوع او لو جونغ ديال هاد لينيرجي، واش كهربائيه واش. دونك الاخوان عقلوا على هاد لانفورماسيون. لو تيب ديال لينيرجي اللي كتكون مخزونه في لا باتري هي انرجي شيميك، اي طاقه كيميائيه. بيان سور هاد الطاقه الكيميائيه كتحول لطاقه كهربائيه في اي لحظه كنا محتاجينها في الطوموبيل. دونك لانفورماسيون عاود اللي خصنا نشدوها هو ان لا باتري عنده لا كاباسيتي انه يخزن طاقه، كيف ما عنده لا كاباسيتي انه يعطينا طاقه. يخزن طاقه على شكل طاقه كيميائيه محوله من طاقه كهربائيه اللي كتجي فاش كنزودوه بالكهرباء، كيف ما يقدر يعطينا طاقه كهربائيه واللي هي اللي كتخدم لنا لي زورغان الكتريك الاخرين اللي في الطوموبيل، محوله بيان سور من طاقه كيميائيه مخزنه عنده لطاقه كهربائيه. مزيان. دونك السؤال اللي غادي يطرح نفسه هنايا هو فاش كنقدروا نحتاجوا هاد لا باتري في الطوموبيل؟ هو هاد السؤال يقدر يبان لكم بسيط، ولكن راه هو اللب والجوهر ديال هذا الدرس. دونك اول حاجه اللي خاصنا نعرفوها الاخوان هو ان الاستعمال الاول ديال لا باتري هو في الديماراج ديال الموتور اوتوموبيل. كيفاش؟ لا باتري هو اللي كيعطي النبض الاول للموتور. فاش كندور انا لو كونتاكت ديال الطوموبيل كنسد ان سيركوي الكتريك اللي كيجمع ما بين لا باتري وواحد الموتور الكتريك، اي واحد الموتور اللي كيخدم بالضوء. هاد الموتور اللي كيخدم بالضوء سميتو لو ديماغور، واللي كنعرفوه كاملين باسم ستارتر. هاد لو ديماغور هو موتور اللي متصل بان سيستيم دونغروناج نقل الحركه بينه وبين لو فولون موتور. لو فولون موتور عاود اللي بدورو كيكون متصل بلاغبغ هكا كيعطيها النبض الاول والحركه الاوليه، وهكا كيديماري الموتور. وهنا كيكون سالا الدور ديال لو ديماغور، حيت ابري لو موتور كيبدا يدور راسو. دونك من خلال هذا الشيء غادي نفهموا ان لو ديماغور باش يحرك لو موتور خاصو طاقه اللي كبيره، طاقه اللي بيان سور كيجيبها من لا باتري. وفعلا هادشي اللي كاين، لا باتري كيعطي لو ديماغور كورون اللي كبير بزاف باش يقدر يدور لو فولون موتور. ولكن اللي خصكم تعرفوا ان هادشي كيوقع في واحد لابس دو طون اللي صغير بزاف، ومع ذلك راه هادشي كافي باش يديشارجي لينا بزاف ديال الطاقه المخزونه في لا باتري. دابا السؤال، واش اشاك فوا انا جيت نديماري طوموبيله خاصني نجيب باتري جديد ولا كيفاش؟ الا هنا كيدخل الدور ديال واحد لورغان اخر اللي سميتو لالتيرناتور. شنو هو الدور ديال لالتيرناتور؟ هاد الالتيرناتور كيكون متصل حتى هو بلاغبا هكا، كيدور معاها بان سيستيم كوروا، يعني متصلين بيناتهم بكروه في نقل الحركه اللي كيحولها من طاقه ميكانيكيه دورانيه لطاقه كهربائيه اللي كترجع للا باتري تعاود تشارجي. لا باتري عاوتاني اللي بدورو كيحولها لطاقه كيميائيه مخزنه عنده. او دونك ما حد لو موتور داير، ما حد لا باتري كيتشارجا. السؤال عاوتاني هنايا هو واش الدور ديال الالتيرناتور محصور غير يشارجي لينا لا باتري ولا كيفاش؟ لا، ما حد الطوموبيل امارش فراه الالتيرناتور
مسؤول على تزويد لي زوغال الاخرين اللي في الطوموبيل كيخدموا بالضوء بحال السوي كلاس، الموتور ديال الزاج، بوست راديو الى اخره. وهنا كاينه ملاحظه مهمه، كاينين فترات اللي الطوموبيل كتدوموندي الضوء بزاف، ما كتبقاش كافيها غير الكهرباء اللي كتجيها من الالتيرناتور. هنا عاود كيدخل لا باتري كيخرج شويه من الطاقه اللي مخزونه باش يعتق الموقف. دونك هادشي مزيان. غادي نوض دابا شي مشاهد وغادي يسولني، انت دابا قلتي لنا باللي لا باتري كيعطي وياخذ الكهرباء، اي كيدي شارجا وكيتشارجا بشكل لي اوتوماتيكي. دونك لا باتري على هذا الحساب غادي يعيش لينا افي. علاش كنشوفوا بعض الناس اللي عندهم طوموبيلات كيقولوا لك راه مات لي الباتري خصني نبدلو؟ وباش نجاوبك على هاد لا كيسيون مزيان خاصنا ندخلوا وسط لا باتري ونعرفوا شنو كيوقع تما بالضبط. كنصحكم قبل ما تكملوا هاد لا بارتي من لا فيديو سيروا شوفوا لا فيديو اللي حطيت قبل من هذا باش تفهموا اللوجيك ديال الالكتريسيتي ورجعوا نكملوا. لا باتري الاخوان من الداخل كيخدم بهذا المنطق اللي في هذا الرسم التوضيحي اللي بسطتو لكم باش تفهموا اكثر. المنطق ديال لي كونديكتور ايون اللي على شكل ليكيد. هاد الليكيد الاخوان اللي تيكون في الباتري فيه ان تيير يعني ثلث ديال لاسيد سولفيريك و دو تيير ديال لو، اي ثلثين ديال الماء، وكيتسمى باللغه القرايه الالكتروليت. هاد الالكتروليت الاخوان مغمورين فيه دو بورن، الاول بوزيتيف واللي كنسميوه الكاثود. هاد الكاثود مصنوع من الاكسيد دو بلوم اي اكسيد الرصاص، والثاني كيكون نيجاتيف كنسميوه لانود. هاد لانود اللي كيكون مصنوع من لو بلوم بور اي الرصاص الخالص. فاش كيتلاقاو هاد لي ماتيير كاملين كيبداو لنا دي رياكسيون شيميك ما بين الذرات اللي مكونين لي بورن بجوج اي الرصاص مع اكسيد الرصاص، والذرات اللي كاينين في الليكيد اي الذرات اللي كاينين في لاسيد سولفيريك. باش توضح لكم الصوره اكثر بلا ما ندخلوا بيان سور في المعادلات الكيميائيه ديال التفاعلات، شنو كيوقع لينا على مستوى الكاثود؟ لوكسيد دو بلوم كيتفاعل مع حمض السلفات وكيتكون لينا السلفات دو بلوم في الجهه ديال الكاثود. في هذا الاخير كيتحرروا لينا الذرات ديال الاكسجين اللي كيرتبطوا بدورهم بالذرات ديال الهيدروجين، وبالتالي كيكونوا دي موليكول ضوء اي جزيئات الماء. نفس المنطق اللي كيوقع في الجهه الاخرى ديال لانود. بلومب كيجبد عنده السلفات من لاسيد سولفيريك وكيرتبط به باش يكونوا بالتالي السلفات دو بلومب. هذا التفاعل الاخوان كيحرر لنا دوز الكترون اللي كيجتمعوا في لابورن نيجاتيف ديال لانود، وبالتالي الا جمعنا هاد التفاعلات كاملين كتنتج لنا اولا لاكوميلاسيون ديال الالكترونات في لانود، وبالتالي كيولي عندنا فرق الجهد بين لي بورن بجوج. هاد لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر لي بورن هي اللي كتعطينا لا طونسيون ديال لا باتري، واللي كنسميوها لا فورس الكتروموتريس ديال لا باتري، واللي اذا عبرتيها بشي فولت متر اولا شي ملتي متر غادي تعطيك تقريبا 12.6 فولت في الباتريات الصغار بيان سور، اولا 24 فولت في الباتريات الكبار اللي كيخدموا في السيارات الكبار ولا في الشاحنات. دونك كنلاحظوا ان ولاو عندنا دي زيليكترون مجموعين في لابون نيجاتيف واللي هما كانوا في الاصل في لابون بوزيتيف، كيتسناو غير الطريق تفتح باش يرجعوا فين كانوا ويعوضوا داك الفرق ديال الجهد اللي كاين بين الاقطاب بجوج. وفعلا هادشي اللي كيطرا فاش كنسدو لو سيركوي. دابا نفترضوا ان السيركوي بقى مسدود، بمعنى لا باتري بقى خدام كيعطينا الكهرباء. حتى لاش كتبقى هاد العمليه خدامه في نظركم؟ غادي نجاوبكم وغادي نقول لكم حتى يساليو لي رياكسيون شيميك في لا باتري، بمعنى اخر حتى يتفاعلوا كاع لي موليكول ديال السلفات اللي عندنا في الالكتروليت كاملين وتحول لينا لاسيد سولفيريك اللي كان عندنا في لا باتري كاملو الماء، اي غيولي عندنا في لا باتري هي الماء. بالتالي ما غاديش يبقاو يتحرروا لينا الالكترون، وكنقولوا في هذه الحاله ان لا باتري قبل شرحنا الدور ديال الالتيرناتور في تزويد الطاقه الكهربائيه في اعاده شحن لا باتري. دونك باش يبقى لا باتري خدام الالتيرناتور كيزودو بالالكتريسيتي، وفاش كنقول الالكتريسيتي فراه كنقصد الالكترونات، وبالتالي المعادله اللي شرحت لكم قبيله كطرى ليها دابا العكس تماما، بمعنى هذاك المحلول اللي كان فيه الماء بزاف غادي يولي يتحول عاود لنسبه كبيره ديال لاسيد دو سلفات. دابا حنا راه مازال ما جاوبنا على السؤال ديال واش لا باتري ديال الطوموبيل بهذا الشكل غادي يبقى معنا افي ما عمرو يموت.
الجواب هو لا، يقدر يموت. والسبب هو انه اذا خليتيه تديشارجا كومبليتومون مده اللي كبيره ما خدمتيش، هنا دونك الجزيئات ديال السلفات كيهبطوا وكيديبوزاو لتحت وما كيبقاوش اوموجين في المحلول، وبالتالي صعيب تعاود ديماري هادوك لي رياكسيون شيميك اللي كيطراو في لا باتري. او دونك حتى في هاد الحاله كنقدروا نقولوا ان لا باتري مات، وما عليك غير تبدلو وتشري واحد اخر جديد وتركبو. كاينين حالات واللي قلال اللي نقدروا نريباريو فيها ونعاودوا نديماريو دوك لي رياكسيون شيميك باش يعاود يخدم لا باتري. نتمنى نكون قربتكم من الكونسيبت ديال لا باتري والدور ديالو الحقيقي في الطوموبيل، وهذا الشيء اللي كاين. نتلاقاو في لا فيديو الجاي. تهلاو.